بيقول لك النهارده اليوم العالمي للرجل. وطبعا يوم العالمي للرجل ده يعني حاجة عظيمة، لأن الرجل هو القائد، هو المدبر، هو العقل الراشد للأسرة المصرية. وإذا كانت المرأة هي العمود لهذه الأسرة من حيث التزاماتها، فلها كينونتها ولها شخصيتها. وإن كانت المرأة قد غولت بعض الشيء على حقوق الرجل، وسيظل الرجل هو سمام أمان البيت المصري برغم الأعباء الكثيرة للمرأة المصرية، إنما نشد على عضد المرأة والرجل لكي يكونوا أكثر تفهما تبعا للتكنولوجيا المعاصرة التي نعايشها في عصرنا الحالي. وإن كان هناك بعض النفوس المريضة للمرأة أو الرجل، فلا بد لنا أن نقومها